ولان حكايات سيوه ما بتنتهيش، احنا دلوقتي موجودين في قلعه اغرمي. القلعه دي كان عايش فيها ناس طيبين جدا، بس اصلها كان موجود من زمان برضو، لدرجه ان الاسكندر الاكبر جه هنا لما قرر انه يبقى ملك على مصر او اله زي ما كان بيقول على نفسه، فقرر يجي هنا عند تمثال امون في قدس الاقداس وينزل عليه الوحي، عشان كده هو اسمه معبد الوحي او التنبؤات، وكان بياخد الوحي منه ويطلع ينفذ كل الكلام اللي بيقوله له. كمان هنا تمثال امون كان بتيجي عليه الشمس تتعامد مرتين على وش التمثال. اما بقى القريه اللي هنا او الموجوده القلعه دي اغرمي، كانت اهلها بيتخانقوا مع القلعه الثانيه اللي هي شالي، فكانوا بيتخانقوا مع بعض قوي ومشاكل كبيره منه، لغايه ما جه راجل طيب جدا جدا اسمه الشيخ مدني. الشيخ مدني اللي جه من ليبيا قرر يصالحهم، لما صالحهم جه عند جبل الدكرور وعمل جلسه صلح كبيره جدا، وبكده كل سنه الدوله بتعمل عيد للصلح عند جبل الدكرور. تعالوا سيوه.